هذا الأمر الآن من قبل سلطات الأمن؟ هل نحن في تصعيد يعني أليس أجدى من السلطات الأمنية أن المصرية في ظل الأمور التي تعرضت لها من انتقادات في السابق أن تهدي الأمور أكثر؟ يعني الأمور من الممكن أن تشتعل في ظل هذه الاقتحامات الآن من قبل أجهزة الأمن سيد شناوي. يعني وانا لا اتصور انه اقتحام، ربما يكون تفتيشا روتينيا نظرا لورود معلومات. انا لا يعني ليست لدي تفاصيل الواقعة، ولكن هناك معلومات تشاع بأن تلك المنظمات تتلقى تمويلات أجنبية ولها نشاطات غير مرغوب بها في مصر، وتثير الكثير من القلاقل وعمليات تهييج للمواطنين المصريين ودفع الأمور إلى حافة الهاوية. ولكن في النهاية يبقى لكل منظمة عاملة في مصر ولكل مواطن يعمل في مصر سواء له ارتباط بجهات خارجية أو غيرها حق التعامل المحترم من قوات الأمن، لأن تغيير العقيدة الأمنية لقوات الشرطة هي الهدف الرئيسي المفروض أن يكون خلال المرحلة المقبلة. ولكن اسمح لي، يعني هذه الأمور من الممكن أن تثير قلاقل في الشارع المصري. تعرف لماذا؟ هقول لحضرتك ليه. لأن أنت تعرف أن الثوار أو من هم من شباب الثورة في ميدان التحرير الذين قاموا بالثورة المصرية وبعد ذلك دعنا نقل يعني المثلث، يعني انضم إليهم الشعب وبعد ذلك حماها الجيش المصري. هم يقولون منظمات المجتمع المدني لها فضل كبير علينا في الثورة المصرية، فعندما يتم هنا مداهمة لهذه المكاتب من الممكن أن تتأجج الأمور أكثر وأكثر أستاذ شناوي، وهم لهم فضل كبير لا ينكر في الثورة المصرية، وأنت تعرف هذا الأمر أليس كذلك؟ ليست كل منظمات المجتمع المدني بريئة وليست كلها متهمة. بالتأكيد دور المجتمع المدني هو دور ربما يفوق دور الدولة في بعض الأمور، ولكن هناك بالفعل منظمات لا تريد خيرا بمصر وتأخذ غطاء المجتمع المدني كواجهة لها تمارس من خلاله أنشطة ربما تكون تدميرية، ولكن من حق المواطن سواء العامل في تلك المنظمة أو الذي يتعامل معها من الخارج أو الذي يتلقى خدماتها أن يعلم إذا كانت هذه فعلا المنظمة بريئة أو متهمة. هذا أمر قانوني لا يمكن تحويله إلى أمر سياسي يعيق تطور العلاقة بين المؤسسات المصرية والمواطن المصري. السياسة لا تنفصل عن القانون، يعني لا لماذا لا تنفصل عن قانون؟ إذا كانت هناك منظمة مدانة وعليها تحفظات ويمكن أن تكون عامل هدم وليس عامل بناء في المجتمع المصري، جميل. كيف يمكن تغطيتها سياسيا وعدم تعرضها لمساءلة قانونية؟ هي من الممكن أن تكون أستاذ شناوي تعمل تحت غطاء، يعني أنت تعرف الدور الاستراتيجي الكبير للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها هذه منظمات تتلقى أموالا من الجميع، وتلقت أموال من أمريكا وأمريكا تعترف بهذا الأمر، فعندما يحدث هذا الأمر نحن نجبر الولايات المتحدة الأمريكية ونجعلها تتدخل في الشأن المصري، ونحن مفترض أن نكون بعيدين عن هذا الأمر سيد شناوي. لا هذا القياس خاطئ تماما. أنا في تصوري الشخصي أن تلك المنظمات كغيرها من الجهات التي لها علاقات وارتباطات بالخارج يجب أن تكون خاضعة لإشراف الحكومة المصرية، ولكن في إطار قانوني محترم وليس عملية اقتحام وهدم لمجرد الشبهة. هذه أمور يجب وضعها في الإطار الصحيح، ولا يجب في المقابل أن تترك لها الحبال على الغارب لتلعب بمقدرات الوطن. طب إيه رأيك قبل ما نخش في الموضوع اللي هو موضوع الملف اليوم في استوديو الثامنة، وهو يعني